السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة محمود موسى الرياضية. دايما بتلخبط في الكلمة دي. انتهت مباراة الإسماعيلي والأهلي بنتيجة 1-0، أو الأهلي والإسماعيلي. فوز مستحق للنادي الأهلي. لو شفنا كده لإحصاءات المباراة هنلاقي فرق شاسع بين الأهلي والإسماعيلي. الأهلي ما كانش محتاج نقطة أو نقطتين أو 3 نقط أو الماتش كله، إلا الإسماعيلي كان محتاجه أكتر من الأهلي. الأهلي كده كده كان عايز حوالي 7 نقط من الماتشات المؤجلة كلها، يعني من حوالي 5 ماتشات أو 6 ماتشات على 7 نقط بس، فكده كده هيجيبهم، مش لازم ماتش الإسماعيلي. الناس كلها بتقول لك طب ما يسيب الماتش للإسماعيلي. يا جماعة احنا فينا عيب للأندية المصرية، وللأسف ده جاي برضو على حساب المنتخب المصري. ان احنا بنستهبل في اول البطولة ايا كانت، وبعد كده بنيجي نراجع نفسنا في اخر ماتشين 3 بنقول لا احنا عايزين هدية من فلان، هدية من علان. طب ليه؟ ليه ما انا العب واجتهد من الاول واكسب عشان ارتاح نفسيا؟ الاسماعيلي دلوقتي في المركز ال 13 برصيد 34 نقطة، بينه وبين المركز ال 18 ال 17 عنده 32 نقطة، يعني نقطتين من المركز ال 13 للمركز ال 17. الاسماعيلي اللي يعتبر لسه ما هبطش، لانه عنده ماتشين مهمين قوي. ماتش مع الداخليه، تقريبا الداخليه في المركز ال 16 او ال 17 ب 32 نقطه، والماتش الاخير هيبقى قدام الاتحاد السكندري اللي هو في المركز الثامن اللي هو مرتاح نفسيا. فالموضوع كله محتاج من الاسماعيلي 4 نقط بس عشان خاطر يفضل في الدوري. والاسماعيلي عملها اكتر من مره، انه بيلعب كويس بس بيتهزم، وان هو يطلع برضه من كاس مصر من فريق اسمه النجوم اللي هو اول مره نعرفه اصلا. يعني ما حدش بعد كده يلوم نادي الاهلي يقول لك لا اللي اصل الاهلي عمل، الاهلي سوى. لا، ما هو الاهلي بيلعب عشان بطوله، الاهلي بيعمل عشان خاطر يضرب سكورات، عشان خاطر يبقى ليه تاريخ في النقط، عشان خاطر يكون اكتر فريق جاب نقط في الدوري الممتاز، عشان خاطر يبقى الفريق اللي عمره ما اتهزم في الدوري وجاب البطوله من غير ولا هزيمه. كلها دي بتبقى في تاريخ نادي الاهلي. فمفيش حد يقول لي لا انا راجل زملكاوي اقول لك، لو انا زملكاوي وبنافس زي الاهلي كده هقول لك لا لا الزمالك ما سيبش ولا ماتش، الحق يتقال. فالكلام كله للاسف الاسماعيلي هو اللي ضيع نفسه، انك تخسر من فرق في مستواك واقل من مستواك، انت بتجيب نفسك للفرق الكبيره انك انت عايز منها نقطه او نقطتين او 3 نقط، فمش هيسيبوا لك الماتش عشان تحطها قاعده في حياتك. الاسماعيلي عنده ماتشين مهمين مع الداخليه، ان شاء الله يقدر يكسبهم ويتعادل مع الاتحاد، مش هقول يكسب. وهنشوف الايام اللي جايه. الدوري على حر من الجمر، بس للاسف مش على المقدمه، لان المقدمه خلاص الاهلي في من اللي هيهبط ومن اللي ما هيهبطش. سلام عليكم.